السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك خزان مية بايظ، سخان مية، دي سخان مية اهو من اللي بسخن المية، مية سخن وبارد، ما ترميهش، هتعمل منه شواية 10/10، أحسن من الشوايات اللي بتتعمل كتير، لأن ده محملة. الصاج ده حوالي 4 مللي، هو محمل جدا، استحالة النار هتاكله ولا هيسخن. اهي دي سخان بايظ، انا لاقيه في الخرد على كده زي ما هو مقصوص كده، وانا قلت هجيبه اعمله ايه، هعمله شوايه نشوي عليها الفراخ، نشوي عليها الكفته، الحاجات دي، مع ان الفراخ واللحمه غلت، بس ايه هنعمل لكم شوايه برضه اهي. لو عندك بقى السخان هتقطع وتاخد منه الجزء اللي تحت، ما ترميش، ومش هيكلفك حاجه. يعني مثلا الحته ديتي 12 سنتي، ولو 15 ماشي، و12 حلو برضه. دي حاجة كده خلصنا منها. هو فكرته بسيطة خالص، عشان اللي عاوز يعمله هنعمل له بس رجول، نعمل له 3 رجول تحت. هنقوم مثلا الرجل هنعملها لو يكن 15 سنتي، مش هنعليه قوي برضه، الرجل هنعملها 15 سنتي. هنقطع ال3 رجول دول. طبعا الرجل هنثبتها تحت، ارفع فوق، الرجل هنثبتها تحت هنا كده، هيبقوا 3 رجول قبل بعض. وهنعمل دي قاعدة من تحت، أي حاجة أي منظر اعمله من تحت عادي. ممكن تشطف دي من تحت وما تعملوش أي قاعدة زي دي مثلا، ممكن تشطف دي كده بميلان وتنيمها على الأرض كده عادي، مفيش مشكلة. أنا عاملها دي عشان المنظر بس، هتبقى بالشكل ده كده بالميلان ده. هنقطع 3 حتت وهنلحمهم هنا وهنلحمهم هنا. هنيجي بقى على ده من النص، من هنا هنسنتر في النص، هنخرم هنا خرم كده. احنا هنعمل لكم البتاعة دي بطريقتين. الطريقة الأولى طبعا لو أنت عاوز تحطها على الأرض، عاوز تحطها وتشوي عليها وأنت واقف، هنعمل لكم لها قاعدة برضو، هنعمل لكم لها قاعدة وهي على الأرض. عاوز تفكها هعملها على القاعدة التانية، هتبقى بطريقتين. هنخرم ده من هنا وهنجيب مسمار زي ده، هنلحمه هنا. بعد ما نخرم ده هنلحمه هنا كده. السن طبعا هيبقى بارز تحت، السن هيبقى بارز تحت. القاعدة اللي هنعملها بقى، هنجيب ماسورة مية، ودي برضو ماسورة مية نص بوصة، دي ماسورة مية بوصة اهي، او 3/4 بوصة، مش لازم تتخنها يعني. وهنلحم ايه، هنجيب مسمار اتخن من ده شوية ونلحم الصامولة بتاعته هنا، هنلحم الصامولة هنا، وهنقوم دي مثبتينها هنا، وهنربط ده كده، هيقوم رابط معانا الصامولة. وطبعا الرجول هنعملها من تحت، هنجيب بقية الماسورة ونعمل لها رجول زي نظام برضو 3 رجول تحت كده عشان تقف عليهم. هنعملهم برضو 15 سنتي مثلا. هنعمل 3 حتت زي دول، هنعمل 6، 3 هنا و3 للرجل دي. فهنعمل لكم الشواية دي 3 في 1، هنعملها 3 يعني، هنعملها 2 في 1، شواية بقعدة وشواية على الأرض. عاوز تفكها فكها، ممكن تاخدها معاك مصيف، تاخدها في أي مكان تاني، تحطها في عربيتك ماشي من غير القعدة. هتشغلها على الأرض، عاوز تشغلها على الأرض ماشي، عاوز تشغلها على القعدة ماشي. هنلحم دول وهنشطب دي كده. وممكن نجيب شبكة هنا برضو نحطها تحت، نجيب شبكة هنا نعلقها شوية ونخليها مثلا النار بتاعتها ايه يعني، تبقى مهوية من تحت الفحم، هتعمل لنا منظر. هنجيب شبكة تلاجة مثلا، ممكن نعملها ايه، نعملها تحت هنا، او اي شبكة، اي حاجة تستحمل الحرارة بس. هنلحمهم ونرجع لكم تاني. خلاص احنا عملنا القواعد بتاعتها اهي. الرجول عملناها 3 رجول اهو، شكلهم جميل اهي. المسمار طبعا تحت اهو اللي هنربطه في الصامولة دي. طبعا شبكة بتاع ظهر التلاجة او فريزر اي حاجة جبناها نحطها هنا، دي اللي موجودة عندي. علينا نجيب لها اي شبكة تانية بشكل شيك ونضيفة
بس دي اللي موجوده عندي في الورشه. طبعا هنحطها تحت كده اهي. هيبقى تحت الفحم اللي هو الترابه الناعمه هتنزل تحت، والفحم الكبير هيبقى فوق هنا، الترابه هتنزل تحت وهتديني تهويه للفحم من تحت تخلي الفحم يولع معانا اكتر اهي. هنحط الفحم على دي، وطبعا الشبكه بتاعتنا، هات اي شبكه، هات الشبكه دي كده. هنفترض دي اللي هي الشبكه بتاع الشوايه بتاع الفراخ، هنحطها فوق هنا، يبقى الفحم تحت ودي فوقها هنا اهي، وتقلب عليها عادي زي ما انت عاوز. شكلها جميل وبسيطه خالص ومش هتكلفنا اي حاجه. اي سخان عندك بايظ ما ترميش، ممكن تعمل منه اتنين، واحده فوق، النص اللي فوق والنص اللي تحت اهي. ورجوله اهي، دي مواسير ميه عندنا رجوله اهي برضو اهي. دي طبعا حامل عملناه للشبكه عشان تقف على الشبكه اهي. 4 قطع اهو عملناهم في الداير اهي. طبعا انا بصنع من الحاجات اللي موجوده عندي، في حاجات شكلها اشيك طبعا، شبكه نظيفه، حاجات موجوده. ده انا بعمل من اللي موجود عندي، الحاجه اللي موجوده عندي بعملها. التندة بقى زي ما قلت لكم هنعملها مواسير. انا عندي قاعده هنا اهي جاهزه ماشي، ما كانش بعملها، دي عندي قاعده اهي موجوده جايبها من الخرده برضو، لقيتها على الشكل ده كده اهي. هنحطها مثلا كده وهنربط عليها الايه، هنربط عليها دي اهي، هتقف عليها. طبعا القاعده دي طويله، القاعده دي طويله، المفروض تتاثر هنا كده. طبعا لما نعملها مواسير هنقصرها، هتبقى في الارتفاع بتاعك كده، يعني مثلا عشان انت ايه ما تشيلش الحاجه تبقى عاليه عليك. طبعا هنوطيها اقل حاجه 20 سم كمان عن كده. بس هي القاعده دي موجوده عندي جاهزه، عاوز تشغل على القاعده ماشي. طبعا بنجيب لها، لو دي عندك في بلكونه ولا حاجه، بتثبت لها مروحه على الحيطه كده، وتنزل عليها تشغل عليها الفحم وكده. مش عاوز خلاص ممكن تنشي باي حاجه. عاوز طبعا تشيلها تاني تنزلها على الارض لو مش عاوز العلاقه دي اهي. فكرتها بسيطه خالص. طبعا هنا الصاموله هتتحط هنا، الصاموله هتتلحم هنا عشان لو ما عندكش الحامل ده اهي تمام. طبعا هتلف الشوايه، هتقوم الصاموله دي ايه، هتقوم المسمار رابط في الصاموله وخلاص ثبت على كده. ده طبعا الصاموله بتتلحم هنا عشان لو عاوز تعمل القعده اهي. بس القعده دي موجوده عندي عشان اكسب وقت، بس ما اعملش قعده تانية. طبعا هتحط عليها الفحم اهو، جايبين فحم برضه، حط عليها الفحم بالشكل ده. تجيب لك مثلا كيلو فحم ولا حاجه وتحطه، دول شويه صغيرين طبعا. اي فحم هيولعها، تولع فحمك الاول اهو، وبعد كده تفرده على الشبكه. طبعا احنا هنا في ورشه، هنشوف اي بطه ماشيه في الشارع ولا فرخه ولا حاجه هنذبحها ونجيبها نشويها. الشاي عليكم بقى والفراخ عليكم، انا كفايه عليا كده. كده عملنا لكم شوايه من مفيش، وشكرا. طبعا احنا الشوايه كنا عاملينها في شبكه تلاجة زي دي ماشي، عشان ما كانش لسه عملت الحته بتاعتها عشان اديكم الفكره. دي طبعا هي بعد ما شطبناها ورشيناها اهي، عملنا لها الحته بتاعتها اهي تمام. دي هتتحط هنا كده عشان ايه، ديت هينزل فيها التراب والحاجات اللي تحت اهي. دي هتبقى الشوايه معايا اهي، هيتحط عليها الفحم هنا تمام. ده هنحط عليها الفحم ماشي، والشبكه اللي هي بنحط عليها مثلا مشويات ولا حاجه هتبقى فوق هنا بالشكل ده كده تمام. والفحم هيبقى هنا، اي تراب ولا حاجه هينزل تحت. وبعدين دي هتديني تهويه للفحم من تحت، هتخلي الفحم يولع معايا، هينزل التراب وهيدي لي تهويه من تحت. لو يكن مثلا احنا عندنا مثلا لو بتعملوا حواوشي، بتعملوا حاجه في البيت، ممكن نحط الفحم هنا تحت ونحط الحاجه فوق الصاجه دي، يعني نحط الحاجه هنا معانا فوق الصاجه دي. عاوز تعمل عليها حواوشي، عاوز تسخن عليها عيش، تعمل عليها اي حاجه، هيبقى الفحم تحت ودي فوق، هنشغلها الاتنين. عاوز تعمل عليها فراخ ولا حاجه، خلي الفحم هنا في العالي وهيهوي تحت. فهي دي بعد التشطيب اهي
طبعا لو عاوز تحطها على الحامل زي ما وريتكم بتتحط على الحامل، عاوز تسيبها على الارض مفيش مشكله، يعني تشتغل الاتنين، عامل حساب الاتنين، اعملها على حامل او على الارض. دي شوايه العمر، لا يمكن تدوب معاك ابدا، صاجها محمل جدا. وشكرا.